الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما هديتنا بالإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لك الحمد بالمال ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد والشكر كثيرا كما تنعم وتعطي كثيرا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك يا ربنا تبعث من في القبور. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأكرم من سئل. أنت الملك لا ند لك
أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الله في عليائك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك وبحمدك تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وحق على أعدائك وعيدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد يا رب العالمين وفي هذه الليالي المباركات على تلاوة كتابك والوقوف بين يديك خاشعين تائبين طائعين ساجدين راكعين، تقبل منا يا رب العالمين وأسكننا جنانك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين، قو إيماننا وارفع درجاتنا وثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا، اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك والثناء عليك وتلاوة كتابك والصلاة على نبيك وقول كلمة الحق يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا شهر الصيام والقيام يا رب العالمين، واجعل ذلك كله في موازين حسناتنا يا رب العالمين، اللهم أجزل لنا العطاء والثواب يا رب العالمين، يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك ولا شكرناك حق شكرك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اغفر لنا يا ربنا واستر عيوبنا يا ربنا، اللهم استر عيوبنا يا ربنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا رب، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا ربنا، باعد بيننا وبين الحرام في المأكل والمشرب والملبس يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في الحلال وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام وأهله يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين،
اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اختم لنا بخير الأعمال وأحبها إليك يا ربنا. لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد كتبت أسماءنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اصرف عنا النار يا رب العالمين. باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا وأولادنا وذرياتنا وأصلح بيوتنا. اللهم أخرج الفساد من ديارنا. اللهم ارزق نساءنا عفة مريم عليها السلام. اللهم ارزق بناتنا طهارة مريم عليها السلام. احفظ لنا أولادنا وربهم يا رب العالمين. أعنا على تربيتهم يا رب العالمين. اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم الكفر والفسوق والعصيان وحبب لنا ولهم الإيمان وزينه لنا ولهم في قلوبنا وقلوبهم يا رب العالمين. يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا في هذا الشهر يا رب العالمين. ووفقنا لطاعتك وعبادتك وتلاوة كتابك في كل الأوقات يا رب العالمين. وأعد علينا شهر رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. اللهم رده علينا ونحن ننعم بالصحة والهناء والعافية يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. ادفع عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم أدم علينا أمننا وأدم علينا إيماننا وأدم علينا إسلامنا واجعلنا قوة على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين كلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم قو إيمانهم وثبت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم صبرا أفرغ عليهم صبرا
وثبت أقدامهم وانصرهم على الصهاينة المعتدين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل صواريخهم طير أبابيل على الصهاينة الغاصبين. اللهم دمر عليهم بنيانهم ودمر اقتصادهم ودمر سياساتهم واجعلهم وأهلهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا في الصهاينة المغتصبين عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنهم قتلوا النساء والأطفال ودمروا البيوت والمساجد ودمروا المستشفيات ولم يسلم منهم شيء يتحرك على الأرض. اللهم إنهم قد أرهبوا وأفسدوا وعثوا في الأرض فسادا وإنك يا ربنا لا تحب المفسدين ولا تحب المجرمين ولا تحب الظالمين. وهذه الصفات كلها قد توفرت في الصهاينة الغاصبين. أنزل عليهم مقتك وغضبك إله الحق، أنزل عليهم مقتك وغضبك إله الحق، العنهم لعنا كبيرا. اللهم العنهم لعنا كبيرا، اللهم العنهم لعنا كبيرا. يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، انتقم لإخواننا الساجدين الراكعين المدافعين عن المسجد الأقصى يا رب العالمين. انتقم لهم يا رب العالمين واحفظ مسجدنا يا ربنا يا كريم واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين وأخرج منه الصهاينة أذلة صاغرين. يا قوي يا متين. اللهم هيئ للمسجد الأقصى رجالا صالحين مخلصين وأئمة عالمين عاملين حتى يحرروه من دنس اليهود الغاصبين. يا رب العالمين استجب هذه الابتهالات واستجب هذه الدعوات وارحم هذه القلوب المتألمة يا رب العالمين. اللهم لا ترد هذه الأكفة خائبة يا رب العالمين. وقد بسطناها لك ولم نبسطها لأحد سواك، بسطنا إليك أكف الضراعة يا رب العالمين وألحينا عليك في الدعاء يا ربنا فإنك تحب الملحين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من هذه الوقفة بين يديك خائبين. استجب لنا يا ربنا يا كريم، استجب لنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، استجب لنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تخيب أحدا منا الليلة يا رب العالمين. أعط كل واحد منا سؤله وزيادة يا رب العالمين. فإن
خزائنك ملآ ولا ينقصها العطاء. اللهم أفرغ علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، فإن خزائنك ملآ وإن مفاتيح كل شيء بيدك. فنسألك يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا يا الله يا الله يا الله ألا تردنا الليلة خائبين، ألا تردنا الليلة خائبين، ألا تردنا الليلة خائبين. استجب لنا يا ربنا يا مولانا يا كريم يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah.